وتتلخص الحكاية كما أوردها ابن تغي بغدي في كتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة في حوليات اليوم السادس عشر من شهر رمضان عام 742 هجري، أي بعد عام واحد من وفاة الناصر، حيث قبض محتسب القاهرة على رجل يدعى محمد بن خلف مقيم بخط السيوفيين بالقاهرة، وقد امتلأ مخزنه بكميات هائلة من الدواجن الفاسدة. لا يذكر ابن تغري نتائج التحقيقات والأسباب التي حدت بالرجل لهذه الفعلة الشنعاء، أو المنطق أنها معدة للبيع للناس، ذلك أنه كلما ضاقت الأحوال بالعباد وضعفت أرزاقهم فحتما ستفسد أخلاقهم وتنهار قيمهم. وبين تبدل أحوال الناس من عصر لعصر وتباين الخطوبة الواقعة عليهم ترقد حكم وعظات التاريخ، ولا ينبئك عنها مثل خبير.